يا بابا يا بابا، صباح الخير يا بابا. شفت حاجات المدرسة بتاعتي اللي انا جبتها يا بابا؟ وريني يا سيمبا، جبت ايه؟ انا جبت شنطة عليها سبايدر مان يا بابا، وكمان اللانش بوكس عليه سبايدر مان، وكمان ازازة المية. حاجات جميلة اوي يا سيمبا يا ابني، وانا مبسوط منك علشان انت قدرت تجيب الحاجات دي لوحدك يا سيمبا. شكرا اوي يا بابا، شكرا. انا كمان مبسوط اوي ان المدرسة خلاص جاية، واني جبت حاجات جميلة وكمان عليها الشخصية اللي انا بحبها يا بابا. بس انا بستأذنك يا بابا، ممكن اروح للزرافة صاحبتي اوريها الحاجات الجميلة اللي انا جبتها برضو؟ اتفضل يا ابني، بس ما تتأخرش علشان المدرسة بكرة. حاضر يا بابا حاضر. ازيك يا زرافة، عاملة ايه؟ ازيك يا سيمبا، عامل ايه انت؟ انا كويس يا زرافة. انا جيت علشان اوريكي الشنطة بتاعتي وكمان اللانش بوكس والازازة. الله، حلوين اوي يا سيمبا، جمال جدا، وشخصية سبايدر مان دي حلوة اوي. كل سنة وانت طيب يا سيمبا بمناسبة المدارس. وانت طيبة يا زرافة يا صاحبتي. بص يا سيمبا، انا عايزاك تيجي معايا عند الشجرة اللي عند النهر هناك دي. ماما قالت لي اجيب من عندها حاجات. هي قريبة ومش بعيدة يا سيمبا. هو انا هينفع امشي واسيب الحاجات بتاعتي هنا كده؟ ايوه يا سيمبا، ما تقلقش، الدنيا هنا امان، مفيش حد بياخد حاجة مش بتاعته. خلاص يلا يا زرافة، بس ما نتأخرش عشان ما تأخرش على مامتي. لا مش هنتأخر يا سيمبا، يلا بينا. الله، ايه الحاجات الحلوة دي؟ شنطة وكمان لانش بوكس وكمان ازازة. كويس قوي، انا مامتي ما جابتليش حاجة السنة دي عشان حاجات السنة اللي فاتت، وانا كنت زعلانة جدا، وعلشان كده ربنا بعتلي الحاجات دي. وكمان مفيش حد جنبهم، يبقى هي اكيد مش بتاعت حد. انا هاخدهم واروح اقول لمامتي ان انا لقيت الحاجات دي، وكمان ما هيش بتاعت حد. ايه ده؟ ايه ده؟ فين الحاجات بتاعتي؟ فين الشنطة وفين اللانش بوكس وكمان الازازة؟ فين الحاجات بتاعتي؟ مش انتي قلتيلي يا زرافة ان هنا مفيش حد بياخد حاجة مش بتاعته؟ ايوه فعلا يا سيمبا، محدش بياخد حاجة هنا. مين اخد الحاجات بتاعتك؟ مش عارف يا زرافة، انا زعلان قوي. مين خد الحاجات بتاعتي؟ ده انا لسه ما فرحتش بيها. ما تقلقش يا سيمبا، تعالى ندور هنا او هنا، ممكن نلاقيها، ما تقلقش. مش لاقيينها خالص يا زرافة، ده بابا هيزعل مني قوي. تعالى بس يا سيمبا ندور كويس ونسأل الناس اللي موجودين هنا. تعالي يا غزالة يا بنتي، احكيلي كان يومك عامل ازاي النهاردة، وايه اللي انت جايباه معاكي ده؟ بصي يا ماما، الحاجات اللي انا جبتها دي جميلة قوي. انا لقيتها في الغابة جنب الشجرة، بس ما كانش فيه حد جنبها، وبصيت كده وكده ما لقيتش فيه حد جنبها ومش بتاعت حد. قلت اجيبها يا ماما. كده غلط يا غزالة يا بنتي، جدا غلط قوي. ازاي ناخد حاجة مش بتاعتنا؟ ما كانش فيه حد جنبها خالص يا ماما. حتى لو محدش جنبها يا بنتي، انت عملتي تصرف غلط، وما ينفعش ناخد حاجة مش بتاعتنا حتى لو مش جنبها اي حد. لازم نسيبها مكانها. واكيد في حد بيدور عليها هناك دلوقتي في المكان اللي كانت فيه يا بنتي. يعني انا كده عملت حاجة غلط يا ماما؟ ايوه طبعا يا بنتي، غلط جدا. ما ينفعش ناخد حاجة مش بتاعتنا. حاضر يا ماما، انا هروح اوديها مكانها، وانا اسفة جدا يا مامتي. ايه ده؟ ايه ده؟ الشنطة بتاعتي اهيت كانت مع الغزالة. ايوه فعلا يا سيمبا هي. انت ازاي يا غزالة تاخدي حاجة مش بتاعتك؟ انا اسفة يا سيمبا، انا فكرت ان هي مش بتاعت حد. انا اسفة جدا، وروحت بيها لماما، وماما عرفتني غلطي. حتى يا غزالة لو ما كانتش بتاعت حد،
المفروض ما كنتيش أخدتيها، لأن دي حاجة مش بتاعتك. أنا أسفة جدا إن أنا أخدتها، أنا ما كنتش أعرف إن هي بتاعت حد، وعجبتني جدا إن هي عليها الشخصية اللي أنا بحبها. أنا أسفة أوي يا سيمبا إن أنا أخدتها. أنا كنت زعلان جدا يا غزالة، علشان أنا كنت فرحان أوي بالحاجات اللي أنا جبتها، وفي الآخر ما لقيتهاش. خلاص يا سيمبا، الحمد لله إن أنت لقيت حاجة بتاعتك. خدها بقى وروحها على البيت علشان المدرسة الصبح. أنا هروحها فعلا على البيت بسرعة، بس يا ريت تكوني اتعلمتي يا غزالة إن ما ينفعش اللي حصل ده يحصل مرة تانية. أيوة أنا اتعلمت جدا يا سيمبا، ومش هعمل كده تاني خالص. وانتوا كمان يا صحابي، اوعى حد فيكو ياخد حاجة مش بتاعته. أيوة فعلا يا غزالة، هيكونوا اتعلموا. وجيه وقت معلومتنا النهاردة، وهي ان انا هقولكوا زرافة انا يعني ايه بالانجليش. Giraffe. وما تنسوش تعملوا اللايك والشير، وكمان تدوسوا على علامة الجرس. وباي باي يا أصحابي.